عايز اقول لحضراتكم كمان ان من الاماكن القاهريه اللي الحقيقه استضافت مجموعه كبيره على مدار ايام رمضان المختلفه من المواهب، سواء من نجوم الغناء والطرب او من المواهب الشابه الواعده اللي بكل اسف كتير جدا منهم ما بيكونوش لاقيين حتى مكان يروحوا له، مش عارفين يوصلوا موهبتهم للناس ازاي، مش قادرين يحكموا على موهبتهم وتقبل الناس لهذه الموهبه. ساقية الصاوي من الاماكن الرائعه جدا اللي بتحتضن هذه النوعيات من المواهب الغنائيه. تعالوا نشوف التقرير ده عن ساقية الصاوي في ليالي رمضان ونرجع نستهل معاكم حلقتنا من انا والمدام. اتفضل. موجودين النهارده عشان عامل مبادرة دي هي اكتشاف مواهب وان احنا نديها الثقة في نفسها علشان تقدر تظهر اكتر وتعبر اكتر. انا فعلا سعيدة جدا جدا بالمشاركة في المبادرة دي، لان انا بحب جدا يعني شغل في خدمة المجتمع. احنا دلوقتي بنكتشف مواهب للشباب اللي احنا عارفين ان مصر مليانة مواهب جميلة جدا، بس للأسف مش عارفة ازاي تاخد الخطوة الأولى بتاعتها وازاي تنمي الموهبة بتاعتها. الحقيقة مبادرة جيدة وفي وقت الحقيقة وقت كويس جدا، لأن طبعا موضوع الثورة فجر كتير عند الشباب انه يطلع، وخاصة الشباب الغير متخصص، خاصة شباب الكليات الغير متخصصة، كليات الفن في المجالات الفن المختلفة. الحقيقة كانت حاجة كويسة. هي المبادرة طبعا فكرتها حلوة قوي، انها بتعرض مواهب الناس وان تدي فرصة اكتر ان الناس كلها تسمعنا وان شاء الله خير يعني. أنا كتير مبسوطة أنا موجودة هون اليوم، لأنه المبادرة كتير فيها شيء إحنا مفتقدينه، نتبني المواهب وإن إحنا نشوف كيف نقدر نطلع من اللي جواهم من غنى من أداء. فأنا كتير مبسوطة أنا موجودة اليوم ضيفة شرف على الحفلة، وحغني الأغنية اللي أنا عملتها لفلسطين ومصر، أغنية يا فلسطيني، وبتمنى أكون يعني الناس تنبسط بوجودي اليوم بالحفلة، وأنا كتير مبسوطة أنا موجودة معهم. في الحقيقة
الحقيقه ان ساقية الصاوي اثبتت حاجه مهمه جدا، ان الفن مش كله فلوس، والفن مش كله تجاره، ومش لازم تكون حاجات تجاريه عشان تنجح، ومش لازم يكون فن هابط عشان يكون ناجح. لكن الحقيقه هي بقت منفذ كتير جدا من الشباب ومن الفنانين ان هم يعرضوا فنهم ويتواصلوا مع جمهور، وبقت جمهور الساقية بقى ليها جمهور كبير جدا، وبالتالي بقى بالضرب او بالحجز كمان. فالحقيقه هي فكره عظيمه، وتحيه للصاوي شخصيا صاحب الفكره العظيمه دي. المهم ان احنا عندنا فاصل، هنروح لفاصل ده ونرجع بعده على طول مع مصمم الازياء الشهير بهيج حسين بعد الفاصل مباشره.